تخيل معايا جبهه البوليزاريو ولات كتعيش اللحظات ديالها الاخرى، يعني بالعربيه ما غاديش تبقى شي حاجه سميتها البوليزاريو، حيت كاينين معطيات جديده وحصريه اللي كتحرك الساحه الدوليه، وكيقولوا باللي ان دونالد ترامب فكيدرس احتماليات باش يدخل جبهه البوليزاريو ضمن خانه ديال الارهاب. دابا تصور شنو ممكن يوقع الا صدق هذا السيناريو، خصوصا مع العوده ديال دونالد ترامب سنه 2025 للبيت الابيض اللي كيعبر على الدعم ديالو الكلي والشامل للمغرب في القضيه ديال الصحراء المغربيه ديالو، خصوصا من اعترف مغربيه الصحراء سنه 2020 قبل ما يخرج من البيت الابيض ويجي في بلاصتو بايدن. واش هادشي يقدر يعلن على النهايه ديال البوليزاريو؟ وشنو غادي يكون الموقف ديال الجزائر وايران، خصوصا وان ايران كتطلب الصلح مع المغرب؟ اليوم في هذا الفيديو غادي ندرسوا هذا الخبر او هذا الموضوع اللي داير واحد الضجه كبيره، فخليك مع الفيديو كملوا حتى الاخر باش تعرف اش واقع، حيت اليوم غادي نكشفوا بالارقام والتحليل اللي غادي يخليك تفهم كل شيء وشنو كيدور في الكواليس. غير هي الا كنتي اول مره غادي تشوف الفيديوهات ديال القناه فخلي معك واحد ابوني او لا سبسكرايب، وخلي لي معك واحد لايك للفيديو بيان سور، ومنين يسالي الفيديو خلي لي الراي ديالك في واحد التعليق. ندوزو للتفاصيل وكيف ديما تحت شعار القناه ديالنا بلا زواق. دابا اول حاجه خصنا نعرفوها في الفيديو هو علاش الولايات المتحده الامريكيه باغا تصنف جبهه البوليزاريو كمنظمه ارهابيه. هذا النقاش بدا في واحد الظرفيه اللي البوليزاريو ولات كتشكل فيه واحد التهديد للامن والاستقرار في المنطقه، يعني في شمال افريقيا، وجا من بعد ما شنت جبهه البوليزاريو هجمات ارهابيه متصاعده. فحسب واحد التقرير من جلوبال تيروريزم داتابيز فالبوليزاريو في هاد العامين دار تقريبا 30 هجوم مسلح اللي استهدفت فيه مدنيين، وكان هذا الشيء سواء في الجنوب ديال المغرب او لا في المنطقه العازله. والتقرير ذكر باللي ان هذه الهجمات ما كانتش واحد الهجمات اللي عشوائيه، ولكن كان عندها واحد التنسيق مع شي جماعات اللي كتنشط في الصحراء الكبرى. زياده على هذا الشيء فتقارير امنيه اسبانيه اكدت باللي ان البوليزاريو عندها يد او لا عندها علاقه مع شبكه التهريب والارهاب اللي كتنشط في الساحل. بيان سور هذا الشيء اللي طرا خلى الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي كله يشوف البوليزاريو كمصدر خطر، ماشي غير على المغرب ولكن راه على الامن الدولي كامل. الولايات المتحده الامريكيه كشفت باللي ان ايران فكتدعم جبهه البوليزاريو باسلحه عن طريق حزب الله، وهذا الشيء هو اللي خلى المغرب يقطع العلاقات ديالو النهائيه مع ايران سنه 2018. المهم ما عليناش، هذا الدعم راه كيتم عن طريق التهريب ديال الدرونات والاسئله الثقيله عن طريق الجزائر، وكل شيء عارف باللي ان هذه العلاقات فكتشكل واحد الخرق خطير للقانون الدولي. فدابا التصنيف ديال البوليزاريو كمنظمه ارهابيه غادي يخليها في واحد الموقف اللي ضعيف بزاف، حيت غادي تولي محاصره اقتصاديا وسياسيا من طرف الدول اللي كانت كتقدم ليها الدعم. دابا واحد السؤال اللي ضروري نطرحوه، شنو غادي يقدر يطرا الا تصنفت البوليزاريو كجماعه ارهابيه؟ فهاد السيناريو بالذات فراه غادي يغير القواعد ديال اللعبه في المنطقه كامله، حيت النتائج غادي تكون قويه بزاف. واول حاجه يقدر ياثر عليه هذا الشيء فغادي تكون واحد العزله دبلوماسيه اللي شامله، بحيث ان اي دوله كتعترف بجبهه البوليزاريو فغادي تواجه عقوبات امريكيه وضغوطات اقتصاديه، وحتى من الدول اللي كتعلن على الحياد ديالها لا حقه ما حقه انا ما مع هذه ما مع هذه، فحتى هي غادي تضطر باش تعلن واحد الموقف ديالها اللي واضح وتخرج من الرونده ديالها. بحال مثلا موريتانيا الجاره الغربيه ديالنا اللي مؤخرا درنا على هذا الشيء فيديو كيفاش المغرب تجاوز ديك الازمه اللي كانت ما بينه وبين موريتانيا، وقدر انه يدير واحد الخط بحري اللي كيربطوا ما بين داكار وما بين اكادير. وكنصحكم انكم تفرجوا في هذا الفيديو اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبشن، فكيهضر على هذا المشكل اللي ناض ما بين المغرب وما بين موريتانيا. والحاجه الاخطر من هذا الشيء فغادي تكون واحد الضربه قاضيه للجزائر. الجزائر اللي كيف كنعرفوا فكتقدم الدعم ديالها عين باين وقدام العالم البوليزاريو، فكتخسر تقريبا 5 مليار دولار سنويا باش تدعم هذه الجبهه الوهميه، وهذا المبلغ اللي كتخسروا كامل فكيتوزع ما بين تمويل الهجمات وشراء الاسلحه ودعم اللاجئين في المخيمات ديال تندوف. دابا ارانا المغرب شنو يقدر يدير في هذا الموقف هذا. فالمغرب بيان سور ما كيفلتش الفرصه وغادي يستغل هذه التطورات باش يعزز الموقف ديالو الدولي، وهذا الشيء غادي يعطينا واحد الفرصه كبيره وذهبيه باش ندفعوا بملف ديال الصحراء المغربيه، يعني الملف ديال الحكم الذاتي، وغادي نضغطوا على الامم المتحده باش هذا الملف يتسد نهائيا وما يعاودش يتذكر. السؤال الكبير هنايا هو واش الجزائر غادي تسكت الا تم تصنيف البوليزاريو
كمنظمه ارهابيه ولا غادي تعاود تصعد عاوتاني مره اخرى. وهاد الحاجه اللي جاتني في شكل وهي ان وسط هاد التطورات اللي طاريه كامله جات ايران وكتقول باللي انها كتطلب الصلح مع المغرب وفي هاد الوقت بالذات. ففي نظركم علاش ايران دارت هاد الخطوه هادي؟ فايران كما هو معروف فعندها واحد الضغط كبير دولي بسبب الدعم ديالها للجماعات المسلحه اللي كاينين في العراق وفي سوريا وكاينين حتى في اليمن، ومؤخرا بدات كتضعف من بعد ما جبدت داك الصداع ما بينها وما بين اسرائيل. بالاضافه لهذا الشيء اللي قلنا كامل، فالعقوبات الامريكيه كتخنق الاقتصاد ديال ايران، وحتى المغرب ما ساهلش فقدر يعزلها في بزاف ديال المنتديات وبانت فيه ايران صغيره بزاف. فالمغرب عارف اش كيدير، وتحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله فعاقب ايران وعارفه باللي انها كدير هاد المناورات كامله غير باش تزيد تخفف الضغط ديالها الدولي اولا باش تزيد تعطل الملف ديال الصحراء المغربيه، وكتحاول تبان باللي انها بغات تصلح الاوضاع. فالقرار ديال المغرب كان واضح وباين، وشرط على ايران واحد الشروط اللي بيان سيغ ما غاديش تقدر انها ديرهم، وقال لها باللي انها خص توقف نهائيا الدعم ديال البوليزاريو وتعترف بمغربيه الصحراء ومرحبا بها معانا. دابا اللي خصكم تعرفوا هو ان التصنيف ديال البوليزاريو كمنظمه ارهابيه راه ماشي غير واحد مجرد خطوه اللي عابره، ولكن راه عنده واحد التاثير عالمي كبير بزاف. فمثلا على المستوى ديال الامم المتحده فالتصنيف غادي يحرج المنظمات والدول اللي كتدافع على جبهه البوليزاريو وغادي يخليها باش تغير الراي ديالها، وايضا غادي يفتح المجال باش تعاود النظر في القرارات القديمه اللي متعلقه بهذا النزاع ديال الصحراء المغربيه. في الاتحاد الاوروبي فكاينين بزاف ديال الدول اللي منهم مثلا اسبانيا فرنسا المانيا اللي كيعلنوا على الدعم الواضح لمغربيه الصحراء، وايضا كاينين بعض الدول اللي مازالين في المنطقه الرماديه يعني ما باغيينش يهضروا نيشان ويقولوا باللي ان الصحراء راها مغربيه. فهذا السيناريو لاطرا فغادي يخليهم يخرجوا من الرونده ديالهم وغادي يخليهم باش يجيو بواحد المواقف اللي باينه وواضحه اللي كتدعم فيها مغربيه الصحراء. ماشي غير هذا الشيء وكان، ولكن راهم كاينين بعض الانعكاسات اللي اقليميه يعني في شمال افريقيا، فغادي تخلي بعض الدول بحال مثلا موريتانيا وليبيا يخرجوا بمواقف اللي باينه يا معنا يا مع غانا، ما يبقاوش انهم مدرجين لا حنايا خوت العرب الى اخره. فهاد التصنيف الى طرا فغادي يخلي هاد الدول يخرجوا بمواقف اللي باينه، ماشي تبقى واحد المواقف اللي مدرجه. بالعربيه فالمنطقه كامله غادي تدخل في واحد المرحله جديده ديال الاستقرار النسبي الى مشات حتى البوليزاريو تحيدت من المنطقه. فالاغلبيه الساحقه ديال المحللين السياسيين كيقولوا باللي ان 2025 غادي تكون واحد السنه اللي مفصليه، يعني مع الرجوع ديال ترامب للبيت الابيض. فحسب الاستطلاعات الراي الامريكيه فترامب عنده فرصه كبيره باش انه يعلن جبهه البوليزاريو كمنظمه ارهابيه، وإلا تحقق هذا الشيء فغادي يكون واحد ضربه قاضيه للجزائر للايران للجبهه البوليزاريو. بيان سيغ الصحراء مغربيه بهم ولا بلا بهم، وهذا الشيء باين غير من المشاريع الكبرى اللي طلقهم المغرب في الجنوب. هادشي كيبين باللي ان المغرب كيستثمر في الارض ديالو كيف بغى، وهادشي بان من خلال المشاريع بحال المشروع ديال ميناء الداخل المتوسط. حاليا بزاف ديال التقارير تيقولوا باللي ان جبهه البوليزاريو فكتعاني من انقسامات داخليه، يعني شي كيشرق شي كيغرب، وهذا الشيء علاش حيت عرفوا باللي ان النهايه ديالهم راها قربات. بكل صراحه فحسب هذا الشيء اللي كيروج فالبوليزاريو راها في الايام ديالها، يعني راها كتلقف ما بقى لها والو وتسالي شي حاجه سميتها البوليزاريو. الدعم الدولي ليها ولا محدود، زيد عليها ان العزلات كتزاد، زيد عليها ان المغرب كيتقدم بثبات في كل المجالات سواء الصناعه سواء الفلاحه واي مجال ديال التنميه. السؤال اللي كيبقى واش فعلا 2025 غادي تكون النهايه ديال البوليزاريو، وشنو غادي يكون الدور ديال الجزائر في هاد التطورات؟ بغيتكم تخليو لي الاراء ديالكم في التعليق، وما تنساش مره اخرى دعمنا بلايك او بسبسكرايب. اللي خصنا نعرفه وهو ان ديما المغرب قوي والوحده الترابيه خط احمر.